يا أيها التاجر، يا من كان سبباً في هذا الغلاء الفاحش، يا من كان سبباً في حرمان كثير من العائلات، في إدخال الفرح والسرور إلى كثير من العائلات، يا من كان سبباً في إدخال الحزن والقرح إلى كثير من العائلات، يا من كان سبباً في منع إكثار هذه الشعيرة، شعيرة الله عز وجل. أجمعتم أموالكم؟ انتهى البيع والشراء. أجمعتم أموالكم؟ أكسبتم أموالكم؟ أفرحتم بها؟ اعلموا كم من عائلات منعتموهم من اقتناء أضحية العيد. اعلموا كم من عائلات جرحتم قلوبهم وأدخلتم عليهم الحزن في هذا اليوم الذي ينبغي أن يفرح به المسلمون. أفرحت بهذا العيد؟ أفرحت بهذا العيد؟ إن كان فرحت بهذا العيد فكثير من إخوانك أدخلت عليهم الحزن في هذا العيد، وكنت أنت السبب المباشر في حرمان هذه الشعيرة، شعائر الله عز وجل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فالله أكبر من كل هذه الحطام، حطام الدنيا الذين تتكالبون عليه وتتنافسون عليه من أجل حرمان إخوانكم من هذه الشعيرة. فكم من عائلات يدعون لكم بالويل والثبور. اعلموا كم من عائلات يدعون لكم بدعوات الشر. اعلموا واحذروا. كم من عائلات يلعنونكم، وكم من لعنات وصلت إليكم وتصل إليكم ولا تزال تصل إليكم. أي عيد، أي يوم عيد أو أي يوم سعيد تفرحون به وقد جرحتم وكسرتم قلوب إخوانكم؟ أي عيد؟ ولا بارك الله، لا بارك الله في هؤلاء التجار الذين حرموا إخوانهم. لا بارك الله لهم. لا عيد يفرحون به وقد جرحوا قلوب إخوانهم. والله لا بارك لهم، لا بارك الله لهم في أموالهم. فأسأل الله عز وجل ألا يعيد الله عز وجل عيدا مثل هذا العيد. نسأل الله عز وجل أن يعيده لنا عيدا يسيرا وعيدا يحمل في طياته فرحا وسرورا ونصرا على الأمة الإسلامية.